جريدة الشعب العتيدة على تنظيم هذا المنتدى، تخصيصه اليوم للقضية الصحراوية التي لم تغب يوما عن صفحات هذه الجريدة العتيدة متابعة وتحقيقا وتقييما ويعني كشفا لكل معطياتها المختلفة. بالتالي الصحراوية تلتئم في الممردات، في ولاية الممردات، ويعني أيضا تلتئم وتجتمع وتلتقي مع نخب من يعني الجزائر الشقيقة في إطار يعني تفاعل وتعاطي يخص مختلف الميادين التي يعني تشكل محور الاهتمام الصحراوي والجزائري. هي قضية كفاح، هي قضية نضال، هي قضية تضحيات، وبالتالي هو مسار انطلق من أجل الاستقلال والحرية، وبالتالي هذا المسار الذي هو مسار الكفاح والنضال والتضحية لن يتوقف إلا يعني عندما تصل هذه المسيرة الكفاحية النضالية التحريرية إلى يعني مآلها النهائي أو هدفها النهائي الذي هو تحقيق الاستقلال والحرية. وعلى هذا الثوار وقبلة الأحرار الرسالة القوية والواضحة التي يجب أن يفهمها الجميع هو أنه يعني لا فائدة من التفكير أو البحث، لا فائدة، لا يعني فائدة من البحث واللهث وراء محاولات الالتفاف على الحق يعني المشروع وغير قابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وأنه يعني من يريد أن يتعامل مع القضية الصحراوية سواء تعلق الأمر بالنظام الاحتلال المخزني المغربي، وسواء تعلق الأمر بمن يقولون أنهم يتخذون هذا الموقف أو ذاك إلى جانب الاحتلال، الوضع النهائي للصحراء الغربية من ضمن الأقاليم 17 المسجلة لدى الأمم المتحدة. هذه هي الرسالة القوية التي يجب أن يفهمها القاسي والداني من هذا الشعار الذي يرفعه الشعب الصحراوي ليس فقط في هذه الجامعة الصيفية، ولكن في هذه المرحلة التي هي مرحلة حاسمة ومرحلة دقيقة ومرحلة مفصلية من أجل يعني تثبيت أن التوجه وأن الحل وأن المآل وأن المخرج ليس آخرا غير تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. على هذا الأساس الإطار القانوني وكذلك معركة الثروات الطبيعية، المعركة القضائية التي تحولت إلى حرب قضائية وستتحول إلى حرب قضائية و62. وهذا القرار هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يتكون من 8 بنود. كل هذه ال8 بنود تؤكد على ضرورة استشارة الشعب الذي نتعامل مع ثرواته، استشارة وموافقة الشعب على التعامل